الحرفان المتقاربان هما الحرفان المتقاربان في المخرج والمتقاربان أيضا في الصفات. هذا النوع من الحرفين، مثلا خذوا مثلا يعني مثلا القاف والكاف في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين. القاف من أقصى اللسان فوق، والكاف أسفل منها بقليل، فهذان الحرفان متجاوران في المخرج يعني متقاربان، فالتقى في كلمة نخلقكم في سورة المرسلات قاف ساكنة بعدها كاف، فبينا ذلك وسننظر إلى اللوحات الآن. من جملة المتقاربين يعني مثلا كذبت ثمود بطغواها. كذبت هنا تاءت والثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا فهذان الحرفان متقاربان في المخرج. فمن العرب من كان يظهر التاء فيقول كذبت ثمود على الأصل، لأن الأصل في التقاء الحروف الإظهار. هذه قاعدة أريدكم أن تعرفوها وتحفظوها. الأصل في التقاء الحروف الإظهار هكذا. هذه نقطة. النقطة الثانية، كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. يا ريت تكتبوا هذا الكلام، من كان منكم حريصا على ضبط أحكام التجويد فليكتب عني هذا الكلام، وليس من عندي، هذا من كلام أئمة اللغة. إذن القاعدة الأولى، الأصل في التقاء الحروف الإظهار، لا يقال لماذا أظهرنا كذا عند كذا، هذا هو الأصل. هذه نقطة. النقطة الثانية، كل عدول عن الإظهار إلى غيره. ولاحظوا بأننا قلنا إلى غيره، قد يكون هذا الغير إدغاما، مثل نخلقكم، مثل كذب الثمود بطغواها على غير رواية حفص، مثل فقد ضل على غير رواية حفص. هذا العدول عدول إلى الأسهل. إذن الأصل في التقاء الحروف الإظهار. القاعدة الثانية، كل عدول عن الإظهار إلى غيره إن كان إدغاما أو إخفاء أو قلبا. قد يكون العدول إلى غير الإظهار إما إدغام وإما إخفاء، كأحكام النون الساكنة والتنوين عند الحروف 15 والميم الساكنة عند الباء، أو قلب مثل قلب النون الساكنة والتنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة. هذا القلب عدول إلى الأسهل، ليس عدول إلى الأصعب. فدائما هكذا العرب كانوا لما يتكلمون يظهرون الحروف، فقد أحيانا يدغمون حرفا في حرف، يخفون حرفا عند حرف، يقلبون حرفا عند حرف، ميلا إلى السهولة في النطق. إن لم يكن ثمة سهولة فلا يفعلون ذلك الأمر. هذا الإدغام، إدغام المتقاربين، منه بين أئمة اللغة وأئمة القرآن طبعا مواضع اتفاق، يعني متفق على ذلك، ومنه مواضع اختلاف سنبينها من خلال اللوحات التالية. نلاحظ على اللوحة الأولى في برنامج اليوم التي فيها نرى الحرفان المتقاربان هما الحرفان المتقاربان في المخرج والصفات، نحو نخلقكم، فقد ضل، كذبت ثمود. نعم. إدغام الحرفين المتقاربين منه موضع اتفاق ومنه موضع اختلاف. إذن سنتحدث عن مواضع الاتفاق ثم نتحدث عن مواضع الاختلاف. المتفق عليه من إدغام الحرفين المتقاربين، أولا اللام في الراء، نحو وقل ربي، تقرأ وقل ربي كما ترون كتابتها، وذلك على مذهب الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي رحمه الله مفخرة الإسلام، وتبعه طبعا سيبويه وتبعه الجزري، لأنه عنده من الإدغام الواجب في المتقاربين. واضح أيها الإخوة؟ هذه الحالة الأولى من المتفق عليه من إدغام الحرفين المتقاربين. الموضع الثاني، القاف في الكاف من قوله تعالى ألم نخلقكم، لم يظهر أحد البتة هذه القاف عند الكاف، يعني ما في ولا أحد روى لنا قراءة ألم نخلقكم، ما أحد فعلها أبدا. ونرى على اللوحة تقدم الكلام عنها مستوفا عند قول ابن الجزري والخلف بنخلقكم وقع، تعرضنا لها وبينا بأن
أنها برواية حفص سواء من طريق الشاطبية أو من طريق الطيبة بالكاف المشددة ألم نخلقكم. وإن كان بعض القراء كمكي بن أبي طالب القيسي وابن مهران رووها لنا بإبقاء صفة الاستعلاء ألم نخلقكم، فيطبقون على قاف ويجافون المخرج عن كاف. الموضع الثالث من المواضع المتفق عليها من إدغام المتقاربين اللام الشمسية. الشمسية يعني التي تدغم فيما بعدها، وذلك في 13 حرفا. لماذا 13 وليست 14؟ لأن الحرف الرابع عشر هو اللام، فإدغام اللام الشمسية في اللام التي بعدها هذا من قبيل المتماثلين، فلا يصح أن نعتبره من المتقاربين، وسيأتي الكلام عنها قريبا بإذن الله. الحالة الرابعة النون الساكنة والتنوين في حروف لم يروي وأعود فأذكر، هي نفسها حروف يرملون لكن من غير النون، لأن إدغام النون في النون هو من قبيل المتماثلين، وسيأتي بيانها عند الكلام عن أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم، هذا هو المتفق عليه من إدغام المتقاربين. الآن المختلف فيه من إدغام الحرفين المتقاربين، ما هو المختلف فيه؟ أيوة، يبحث عنه في علم القراءات. المختلف فيه من المتقاربين لا علاقة لنا به في علم التجويد. لماذا؟ لأنه داخل في خلاف القراء، وذلك نحو إدغام الدال في الضاد من فقد ضل. قلت منذ قليل إن من القراء من يظهرها كصاحبنا حفص يقول فقد ضل، ومن القراء من يدغمها مثل ورش فيقول فقد ضل. كذلك التاء في الثاء من القراء من يظهرها ومنهم صاحبنا حفص كقوله تعالى كذبت ثمود، ومنهم من يدغمها فيقول كذب ثمود. منهم مثلا الكسائي، ومنهم حمزة، ومنهم أبو عمرو يدغمون التاء في الثاء فيقولون كذبت ثمود، ولا شك أنها أسهل. ثم نرى في السطر الأخير وحفص عن عاصم يظهر ذلك كله. حفص عن عاصم يظهر ذلك. إذن المختلف فيه من الإدغام الحرفين المتقاربين هو يبحث عنه في علم القراءات ولا يبحث في علم التجويد.